بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من مطبخ نادر سليمان. النهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم الفطير المشلتت بطريقة سهلة وبسيطة، إن شاء الله تعجبكم. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، الفطير شكله ولا أروع من كده، شكل وريحة وجمال وطعم. إن شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك في القناة، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله نعمل معاكم الفطير بالجمال والحلاوه اللي انتم شايفينها قدامكم ديت. بسم الله ما شاء الله، الفطير ولا اروع من كده. يلا نبدا مع بعض المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله يا جماعه هنعمل معاكم الفطير المشلتت بطريقه سهله وبسيطه جدا. هنعمل معاكم 3 كيلو دقيق طبعا. 3 كيلو دقيق دول هيعملوا 6 فطيرات كبار. فطير كبير جدا هتشوفوا حجمه ان شاء الله، لان مطلوب مننا 6 فطيرات كبار، عشان كده حبينا نصور معاكم. هنعملهم ان شاء الله. 3 كيلو دقيق هياخدوا حوالي 150 جرام زيت، هياخدوا 300 جرام سكر، هياخدوا حوالي من كيلو ونص او كيلو 600 ميه، وهياخدوا حوالي من كيلو زبده، قالب زبده زي ما انتم شايفين كده الطهي. وهناخد مع بعض البيضه. موضوع البيضه ده يا جماعه ده حاجه خاصه بي، انا دايما بحب احط بيضه في العجين. ليه؟ لها سر. البيضه ديت لها طعم كويس في الفطير، وفي نفس الوقت بتاعت شكل جميل كده، بيساعد على اللون الذهبي في الفطير. هنبدأ ان شاء الله نحط السكر الاول مع البيضة، ومعاهم حوالي من نص المية او 3/4 المية، مش هنحط المية كلها طبعا، عشان نبدأ نقلب السكر. ما نخليش اي حبيبات للسكر طبعا، تبقى كلها دايبة في المية، عشان خاطر نبدأ بعد كده نعجنها بالدقيق. هنبدأ إن شاء الله نقلب السكر مع المية والبيض كويس جدا جدا لما الحبيبات كلها تختفي بتاعت السكر. هنقلبها كويس زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده إن شاء الله هنبدأ ننزل بالخليط ده على الدقيق. طبعا التلاتة كيلو دقيق بتوعنا منخولين يا جماعة. الدقيق طبعا 5 نجوم. طبعا ما هتسألوني عن الملح، هقول لكم ما حطيتش ملح عشان أنا هفرد على طول، والملح بيشد عرق، والدقيق 5 نجوم عرق جديد، عشان كده ما حطيتش ملح. لو دقيق عرق خفيف تحط الملح عادي. الكيلو دقيق بياخد 10 جرام ملح. هنبدأ نعجن كويس زي ما انتم شايفين كده لحد ما الدقيق يختفي. وهنبدأ ننزل بالزيت. طبعا الزيت بيتحط في الآخر عشان ننعم بيه العجينة. زي ما انتم شايفين عجينة الفطير أهم حاجة إنها تبقى معجونة كويس وتبقى ناعمة. اهم حاجه العجين بتاعها ندعكه كويس جدا. انا عجنته بايدي قدامكم عشان نبين لكم ازاي العجينه بتتعجن كويس. هنبدا نحطها على الرخامه زي كده عشان نتلكها في العجين. العجينه طبعا زي ما انتم شايفينها بسم الله ما شاء الله نعمت كويس جدا اهيت، لا جامده خالص ولا هي ليها طريقه بتلزق. هنبدا ندهن الرخامه بالزيت. انا دايما بحب افرد بالزيت على الفطير بالذات، لان دايما الزيت ملازم الفطير. وهنبدا برضو هندهن وش العجينه كده بالزيت، وهنسيبها ربع ساعه لحد ما ترتاح. رجعنا لكم طبعا بعد الربع ساعة. العجين ما شاء الله ارتاح اهوت. طبعا عرقه طبعا ما هوش شديد أوي، لأن أنا ما حطيتش فيه ملح عشان أنا هفرد على طول زي ما انتم شايفين كده. العجينة بسم الله ما شاء الله سهلة وبسيطة في ايدي، سلسة خالص، ماشية معايا. هفردها مستطيل كويس، اخلي المستطيل شكله كويس بحيث ميبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة. ومش هخلي العجينة رقيقة أو ولا تخينة قوي، بحيث برضو ان هي تورق معايا وتنفش معايا في الفرن باذن الله. زي ما انا كده حضراتكم شايفين فردت العجينه كويس على شكل مستطيل. هبدا اجيب الزبده بدرجه حراره المطبخ، وهبدا ادهن وش العجين زي ما انتم شايفين كده. هعمل طبقه من الزبده على وش العجين. اهم حاجه ان طبقه الزبده تغطي العجين كله، بحيث ان ميبقاش فيه عجينه معلهاش زبده، عشان ما تنشفش مننا وتعضم مننا في الفرن، تبقى عامله زي العيش الناشف. زي ما حضراتكم شفتوا بعد ما فردت الزبده على وش العجين، هبدا من طرف العجينه الف الرول بتاع العجين زي ما انتم شايفين كده. هلف رول كويس. هبدأ بعد ما وانا بلف طبعا بشد وبلف عشان ما اخليش فيها اي هوا خالص. زي ما انتوا حضراتكم شايفين الرول بتلف بسهولة خالص. بشد وبلف عشان برضو ما يبقاش فيه اي هوا يخلي العجينة تتخرم مني او تتخرم مني يعني. زي ما انتوا شايفين كده لفيت الرول خلاص كله تمام. هبدأ بعد كده بس همشي بالرول كده عشان طرف العجينة يلزق في الرول بتاعي. وفي نفس الوقت بظبط الرول لو حتة تخينة ولا شيء اظبطه يبقى كله سوا واحد ويبقى كله سمك واحد زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله العجينة جميلة وسلسة خالص معايا، ماشية بكل بساطة خالص، ما فيش فيها أي مشاكل. هبدأ بعد كده إن شاء الله. العجينة دي يا جماعة هتاخد 6 فطيرات كبار مقاس 40/60. مقاس 40/60 يعني العجينة ما شاء الله هتبقى وزن الفطيرة حوالي من كيلو عجين. هقطع كده إن شاء الله اهوت. دول اتقطعوا على 6 فطيرات. طبعا أنا 3 كيلو يجيبوا الستة. زي ما حضراتكم شايفين قطعوا 6 مظبوطين، لا زايد ولا ناقص. ما شاء الله شكلهم حلو. طبعا العجينة كبيرة جدا. طبعا الفطيرة مقاس صغيرة، الفطيرة مقاس 40/60 يا جماعة، يعني أكبر فطيرة ممكن تكونوا شفتيها. هبدأ بعد كده أفردهم. أفرد ال6 فطيرات فطيرة بفطيرة كده. هخلي الفتحة من تحت زي ما حضراتكم شايفين. وهبدأ أمشي
بالشوبة على الفطيرة بتاعتي زي كده، هفردها. ليه الفردة ديت؟ عشان الزبدة تتفرد كويس في العجين وتبقى كلها الزبدة داخل العجين كله، يبقى مفيش فيه حتة عجين من غير زبدة، يبقى الزبدة منتشرة في العجين كله. هقلب العجينة بتاعتي زي كده بحيث إن الفتحة تبقى في الداخل. هبدأ آخد الطرفين، كل طرفين قصاد بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، وأبدأ أضغط ضغطة في النص وأريحها لحد ما نعمل بقية الست فطيرات. هعمل معاكم كمان واحدة زي ما حضراتكم شايفين، الفتحة من تحت، وهبدأ أفردها بالشبك بتاعي زي ما حضراتكم شايفينها كده. أهم حاجة وأنا بفرد ضغطة الشبكة تبقى مساوية بحيث إن يبقى الزبدة تبقى ماشية في العجين بطريقة متساوية زي كده. وهبدأ أقلبها برضه، أخد الفتحة في الداخل وأقفل كل طرفين قصاد بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، وهبدأ أضغط ضغطة في النص عشان العجين يمسك في بعضه زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ بعد كده أكور العجين زي ما حضراتكم شايفين. طبعا العجينة كبيرة، فطبعا واحنا بنكورها بنحضنها بكفتين ايدينا زي كده، وابدأ انزلها على الرخامة، وابدأ بصوابعي وانا حاضنها بكفة ايدي كده من جوه، اشد بصوابعي بالراحة بحيث ان هي نجمع اطراف العجين في الفطيرة من تحت زي ما حضرتك. واهم حاجة واحنا بنشدها او بالراحة يا جماعة زي كده، او بنجمع الاطراف من تحت زي ما حضراتكم شايفينها كده، عشان يبقى شكل الفطيرة كويس وعشان ما تتخرمش مننا، لان لو اتخرمت مننا يعتبر باظت مننا، مش هتورق ولا هتقب في الفرن. هبدأ أعمل واحدة كمان معاكم هنكورها زي ما حضراتكم شايفين، بنحضنها بكفة إيدينا كده وبنحطها على الرخامة وبنشدها بصوابعنا من قدام واحنا حاضنينها بكفة إيدينا زي كده، بحيث إن احنا نجمع كل الأطراف بتاعة الفطيرة تحت في مركز الفطيرة من تحت زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدأ بعد ما خلصت الست فطيرات هبدأ أدهنهم بالزيت. طبعا الزيت ملازمنا يا جماعة في الفطير بالذات، أدهنهم كويس بالزيت، لأن الزيت ده هو اللي بينعم الفطيرة وبيخليها طالعة ناعمة من الفرن ومورقة وتبقى شكلها كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. هدهن الست فطيرات زي ما حضراتكم شايفين اهو، وهبدأ اسيبهم لمدة نص ساعة يرتاحوا. وبعد كده بعد النص ساعة ما ارتاحهم بدأت اجيب الفطيرة ادهن الرخامة بالزيت زي ما حضراتكم شايفين، وهدهن وش الفطيرة برضه من فوق بالزيت، وابدأ الفها بالطول وبالعرض زي ما حضراتكم شايفين كده، وهبدأ اعكسها عشان اخدها بالطول عشان نطلع شكل الفطيرة اللي احنا الفردة اللي احنا مطلوب مننا ان احنا نفردها زي ما حضراتكم شايفين كده. الفطيرة ما شاء الله مرتاحة ماشية معايا بكل سهولة اهو. فردنا الفطيرة بسم الله ما شاء الله، فطيرة كبيرة جدا حوالي مقاس 60 40 60 الصاج بتاعها زي ما حضراتكم شايفين اهي. بسم الله ما شاء الله، فطيرة كبيرة جدا، أكبر فطيرة ممكن تشوفيها. هندهن وشها بالزيت زي ما انتم شايفين كده، طبعا عشان الزيت هيعطيلها اللون اللي احنا عارفينه بتاع الفطير الجميل في الفرن. وهنبدأ ننزل برش السمسم كده. طبعا السمسم اختياري، عايزة تحط سمسم أو ما تحطش، بس السمسم بيعطيلها شكل وريحة. طبعا السمسم مع الحرارة في الفرن وهو طالع، ريحة السمسم مع الفطير طعمها ملوش حل صراحة، بيبقى طعمها يجنن. بسم الله ما شاء الله. وطبعا السمسم برضه عشان الفطير ده مطلوب مننا، طلب للناس برضه، فمطلوب السمسم بيعطي طعم حلو. فردنا الست فطيرات زي ما حضراتكم شايفين كده شكلهم بسم الله ما شاء الله. هندخلهم الفرن طبعا اللي احنا مسخنينه على درجة حرارة 250، أعلى درجة حرارة عندك. هياخد معاكي حوالي من 10 ل 12 دقيقة في الفرن إن شاء الله بإذن الله طبعا. وهيطلع بس ممكن تحط عليهم بقى على كل فطيرة معلقتين سمنة بلدي كده بسم الله ما شاء الله، مع ريحة السمنة البلدي والفطير طالع ولا أروع من كده. ده الفطير يا جماعة بسم الله ما شاء الله، ده الفطير اللي احنا عارفينه، الفطير بالمصنعية بتاعته اللي احنا عارفينها، ده الفطير الصح. سيبكم من أي طريقة وسيبكم من أي هواة بتعلموا الفطير، ده الطريقة الصحيحة لعمل الفطير المشلتت. بسم الله ما شاء الله، شكل وطعم وريحة ولا أروع من كده. هنبدأ نجمع الفطير على بعضه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله الفطير شكله عامل ازاي يا جماعة، ده الفطير المشلتت مورق وطري وخفيف. بسم الله ما شاء الله، شكله وجمال وريحة وطعم ولا أروع من كده. زي ما حضراتكم شايفين دول الفطير بتاعنا، ست فطيرات كبار مقاس 40 60، أكبر فطيرة ممكن تشوفيها. أهم حاجة يا جماعة لو عجبكم الفيديو اللايك والشير الجميل بتاعكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصلكم كل جديد، وعشان تشجعونا إن احنا نعمل لكم فيديوهات أكتر بإذن الله. الفطير بسم الله ما شاء الله شكله مش محتاج تعليق يا جماعة. شايفين الفطير عامل ازاي؟ هنقطع معاكم فطيرة اهو. شايف الفطيرة عامل ازاي، التوريقة والشكل والطراوة والحلاوة والريحة والجمال بسم الله ما شاء الله، ولا ورق الكراسة زي ما انتم شايفين كده. إذا عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك في القناة، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.